هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. حبايبي أبطال برايمري 3، أهلا بيكم. مكملين مع بعض شرح الديسكفر للترم التاني. احنا دلوقتي في ثيم 4 وهنبدأ نتكلم في شابتر 3. شابتر 3 اسمه connecting with community، يعني التواصل مع المجتمع أو التواصل الاجتماعي. وده يعني إيه؟ يعني إننا نعرف الأخبار عن كل حاجة حوالينا والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. وطبعا علشان نتواصل ونعرف الأخبار اللي حوالينا في وسائل كتير نقدر نتواصل بيها مع المجتمع ككل. فكلمة وسائل يعني ميديا، فكلمة ميديا يعني they are means of communication with others on a large scale، يعني هي وسائل للتواصل مع بعض بس على مستوى عالي جدا، يعني مع المجتمع ككل. زي ايه الميديا دي؟ زي التلفزيون، الراديو، نيوز بيبرز اللي هي الجرايد، ماجازينز يعني مجلات، انترنت طبعا وده الاكتر استخداما دلوقتي. وطبعا مش كلنا نعرف يعني ايه جريدة او الجرايد او النيوز بيبر. هي ببساطة عبارة عن مجموعة من الورق المتطبق على بعضه، بيتم إصدارها كل يوم أو كل أسبوع، وبيكون فيها أخبار عن كل حاجة، عن الرياضة، عن الأخبار العالمية، وكمان فيها إعلانات، فيها مقالات عن أشخاص مهمة. فالنيوز بيبر it is a weekly or daily publication consisting of folded sheets and containing articles on news, advertisements وحاجات تانية غيرها. ودي دايما بتخلي الشخص على تواصل بالمجتمع اللي حواليه وعارف كل الأخبار عن كل حاجة. فالنيوز بيبر helps us to stay connected to our community and to know what is happening around us. والنيوز بيبر دي بتكون مكونة من مجموعة من الارتكلز، يعني مقالات، والمقال يعني جزء مكتوب عن موضوع معين أو شخص معين جوه الجريدة أو المجلة كمان، أو أي publication. يعني الارتكل it is a piece of writing about a topic or a person that is included in a newspaper or magazine or any other publication. فمثلا النيوز بيبر ممكن يكون فيها articles contain news، أخبار عن الطقس، عن أي حاجة تانية. ممكن كمان يكون فيها sports news، يعني أخبار الرياضة زي الفوتبول، تنس، فوليبول، سويمينج. وكمان ممكن تكون فيها cartoons for fun أو entertainment، يعني حاجات ترفيهية. وكمان ممكن يكون فيها advertisements، يعني إعلانات زي مثلا منتجات عن الكمبيوترز، عن الواشينج ماشين، تي في، موبايلز، هوم فرنيتشر، يعني أثاث، حاجات زي كده. وطبعا بيكون فيها world and local news، أخبار عالمية ومحلية. وكمان ممكن يكون فيها أخبار عن ناس مشهورة، يعني news of famous persons زي مثلا دكتور مجدي يعقوب، دكتور أحمد زويل، محمد صلاح. تمام كده؟ طيب الارتكل أصلا بيتكون من إيه؟ الارتكل له 4 مكونات أساسية. أول مكون فيه هو الهيدلاين أو العنوان. يبقى الهيدلاين it is the title of the article، يعني عنوان الارتكل. بعد كده بيكون فيه byline، يعني سطر مكتوب فيه النيم of the reporter، يعني اسم الناشر، وده دايما بيكون موجود في بداية المقال at the beginning of the article. وبعد كده بيكون فيه محتوى المقال نفسه عن الشخص أو عن الموضوع اللي بنتكلم فيه جوه المقال، يعني the person or topic we are talking about. وفي آخر المقال بيكون فيه conclusion أو الخلاصة، ودي بتكون فيها أهم حاجات أو أهم points كانت مكتوبة في المقال نفسه. في كمان نوع من أنواع الميديا وهي اللقاءات الشخصية أو الانترفيوز، زي اللي بنشوفها مثلا على التي في، وده بيكون عبارة عن حوار بين الشخص المذيع أو الريبورتر للشخص اللي بيتحاور معاه، والشخص التاني ده بيبدأ يجاوب على الأسئلة دي، وبعدين ممكن الريبورتر في النهاية ياخد المعلومات دي ويعمل منها مقال ويكتبه في النيوز بيبر أو المجازين. يبقى الانترفيو it is a conversation in which a reporter asks question that the subject of the interview answers, and then a reporter uses the information gathered to write an article. طيب انتوا عارفين ان في ناس بتبقى عايشة معانا في المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه وبيقدموا لنا مساعدات في حاجات كتيرة جدا؟ دول اسمهم community helpers. الcommunity helpers دول عبارة عن people who live and work in our community. دول زي مين؟ دول زي الدكتورز، زي النيرسز، زي التيتشرز، زي الكلينرز، كل الناس دي. وطبعا حاجة مهمة جدا اننا نقدر نستخدم الميديا دي علشان نوصل نصايح ورسائل مهمة للمجتمع ونفيد بها المجتمع، يعني نعمل public service message. زي مثلا لما بنعمل مجلة مدرسية ونقدم فيها شوية نصايح مهمة لزمايلنا،
زي لما بنقول لهم ال healthy food protects from diseases، يعني الطعام الصحي بيحمينا من الأمراض. زي كمان لما نقول sports strengthen the body and mind، يعني الرياضة بتقوي العقل والجسم. كمان لما نقول لهم keep your school clean، يعني حافظ على نظافة مدرستك. أو زي ما بنقول collaboration is the first step to success، يعني التعاون هو أول خطوة للنجاح. أو كمان زي ما بنقول a drop of water equals life، يعني قطرة من الماء تساوي حياة. وبكده يبقى احنا خلصنا منهج Discover للترم التاني. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد، وكمان شير الفيديو لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. باي باي.